بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم ان شاء الله رايحه ندير معكم طمينة الغرس كما نسميوها حنا في قسنطينة، ولا يعني كاين يسميوها رفيس الغرس، كاين يسميها الكعبوش، وكاين تاني يسميها رفيس التونسي نسبة الى السيدة اللي خدمته اسمها تونس. هذا مكان يعني هذه وصفة تقليدية جزائرية محضة، يعني اللي واحد ما يسال فيها من غير ما حنا الجزائريين جزائرية 100%. البنات رايحه نعطي لكم الدقيق اللي رايحه نخدم به. اولا يعني هذا هو كما راكم تشوفوا، خدمت بكنزه دقيق متوسط، لازم يكون دقيق متوسط باش تجينا الطمينه تاعنا مليحه. وتجينا يعني كما راكم تشوفوا فيه جاي على حبه، ما هو رقيق ما هو خشين. دونك هذا هو الدقيق اللي نحتاجو. نروحوا دركا المقادير. واش نحتاج لطمينة الغرس تاعي؟ نحتاج للدقيق، يعني انا ندير كيله، يعني هي الوصفه كيله تاع دقيق مع نص كيله تاع غرس مع ربع كيله تاع الزبده. دونك البنات هذا هي، شوفوا نحط الدقيق تاعي على نار هاديه ونبقى نحرك فيه، نحرك يعني ما تحبسوش من التحرك حتى تتحمص لنا الحبه كامل، يعني يتحمص كامل كيما بعضه كيما تشوفوا هكا يعطينا اللون دوغي. هذه هي لا كولور اللي نحوس عليها هنايا. فوالا لازم يتحمص يا البنات مليح، هكذا يعني كي نخدموا به ما يوجعناش، يعني كي ناكلوا الطمينه تاعنا ما توجعناش. نروحوا للغرس تاعي. هذا هو درت البنات، من الاحسن ديروا غرس البطانه يعطيكم واحد البنه هايله في الطمينه. الغرس تاعي ما نقيت له العلف اللي فيه، عاودت عجنته مليح برك، طريته مليح يعني عجنته بيان، درت له شويه جلجلانيه، طريته بشويه ما برك ولا شويه حليب، عجنيه مليح باه يجينا طري شويه، وحطيته مع الزبده. دونك هذه هي في القصعه تاعي حطيت الغرس والزبده كيما قلت لكم، كيله تاع الدقيق مع نص كيله تاع الغرس مع ربع كيله تاع الزبده. حطيت هذاك الدقيق تاعي اللي كنت حمصته وهو سخون هكاك، زدت حمصت شويه يعني كملت الدقيق تاعي كامل، حطيته فوق الزبده والعسل، ونبدا يعني ندخل في هذيك الزبده في الدقيق بها بالغرس هذاك. راهي سخونه بزاف البنات، يعني في المرحله هذه سخونه بزاف. نديرو هكا يعني بمغرف تاع الخشب، ولا ندخلوا المكونات في بعضهم مليح، ومن بعد نبدا نخدمها بيدي. دونك هكا شوفوا هنايا راهي سخونه بزاف، راني بشويه ندخل في هذاك الدقيق مع الزبده والغرس. نبقى يعني نلم العجين تاعي هذا، الخليط تاعي نلمو مليح مع بعضه حتى يعني المكونات الكل يتجانسوا مع بعضهم، ونبدا نعجن الطمينه تاعي نورمال، يعني كيما العاده، يعني كيما مارفين نديروها كامل. يعني هاد الوصفه كيما قلت لكم البنات وصفه تقليديه، ما كانش بيت جزائري ما يديرهاش، وصفه تقليديه 100% جزائريه، يعني الجزائريات كامل يديروها من بكري من الجدود. دونك هذه هي، شوفوا البنات نجمع الخليط تاعي مليح، هنا مازالت سخونه راني قاعده نحمل هكاك برك ونزيد لها العسل. فوالا البنات انا في هذه الكميه تاعي درت تقريبا يعني ابوبخي واحد 3 مغارف عسل، 3 مغارف كبار من العسل. حطوا يعني ما مليح العسل يبننها. دونك هذا مكان ونبدا نعجن فيها مليح نلمها حتى تتلملي. البنات ما تكثروش الدقيق، باسكو كنت كثروا الدقيق رايحه الطمينه تاعنا ما تتلمش، يعني تقعد لنا هكاك متفتفه. دونك لازم الكيل يكون متجانس مع بعضه. فوالا بعد ما عجنتها مليح البنات نلمها كيما راكم تشوفوا هكذا، رايحه نكورها بهذه الطريقه ونروح نطرحها وهي سخونه البنات، ما نخليوهاش تبرد، يعني مادامها سخونه العسل سخون والزبده سخونه نزرب نحطها في البلون دو طرافاي تاعي ونطرحها، يعني نقرصها بيدي بيان كيما راكم تشوفوا. حنا هكا يعني الطريقه التقليديه تاعنا هكا نخدموها، هذه يعني الطريقه التقليديه والوصفه التقليديه ما درت فيها حتى اضافات. فوالا نطرحها مليح ونقرصها بيان بيدي، ومن بعد نعاود نعقب عليها بالرولو برك من فوق باه يعني نعدل لها السطح تاعها. البنات السمك نتاعها هذه الطمينه عادي يعني تجي من 1 سنتيم حتى ل1.5 سنتيم، يعني ما تجي عاليه ما تجي واطيه بزاف، يعني تجي السمك تاعها عادي. فوالا هنايا نعدلها فقط بالرولو ونخليها البنات، يعني مانيش حنقسمها في هذه المرحله، نخليها تبرد مليح وحتى تحكم روحها مليح الطمينه باه نقدر نقصها باه يجيونا الحبات
بيان يعني متساويين وحاكمين روحهم. وباقي الطمينة تاعي رايحة نشكلها في هاد الطابع تاع المعمول اللي راكم تشوفوا فيه بهذا الشكل هكا، راح يعطيها شكل مغاير ومليح. سورتو الولاد يحبوا بزاف هاد الاشكال وكل شيء، مع اقتراب المولد النبوي الشريف. ما بقالوش بزاف البنات، وحنا معروفين بالطمينة في المولد، يعني ما تخطيناش سواء طمينة الغرس او الطمينة العادية او الزرير او. دونك هذه هي. بعد ما بردت لي هنايا الطمينة كيما راكم تشوفوا فيها، رايحة نبدا نقصها. رايحة نقصها مقروضات كيما يعني بالشكل تاعها التقليدي، الشكل يعني اللي معتادين عليه. فوالا شوفوا كيفاش كي تعود حاكمة، كي نخليوها البنات ترتاح ويعني وتحكم روحها بيان. كي نقصوها تجينا الحبة متحوفة، كل حبة يعني قد اختها ومتحوفة هايلة. فوالا. كيما قاعدين تشوفوا السمك تاعها جا بيان، ما هي عالية بزاف ما هي واطية. دونك هذه هي الطمينة تاعنا. نكملها ونرجع لكم. خليوها تبرد مليح مليح وتحكم روحها، كي تقصوها تجي متحوفة على الكيف. فوالا رايحة نكمل هاد الطمينة تاعي ونروحو نشوفوها في صحن التقديم. هذه هي الطمينة، طمينة الغرس أو رفيس الغرس. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاعو، الشكل التقليدي القديم بيان سور. وهذا اللي درتو معكم بالطابع تاع المعمول للتغيير فقط. دونك هذه هي الوصفة تاعنا، ان شاء الله تنال اعجابكم. وصفة بنينة بنينة بزاف والله، سورتو لا كان خدمتوها يعني بالمواد الأصلية، بالزبدة الحرة، بالغرس، غرس البطانة، رايحة تعطيكم واحد النتيجة روعة روعة. واش راح نقول لكم البنات، ان شاء الله تعجبكم، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. شوفوا لي اللون تاعها زي ما هايل يا البنات. شوفوا كي تعودوا تحمصوا هذاك الدقيق السميد تاعنا، كي نعرفوا نحمصوه ونعطيوه يعني تجي لا كولور تاعو من بال دوغي، راح تعطينا هذا النتيجه هذه. شوفوا اللون تاعها واش هايل. ومام البنه يعني كي تعود محمصه الدقيق محمص بيان، رايحه تجي البنه تاعها مليحه وبنينه بزاف بزاف. فوالا هذه هي. شوفوا زي ما جات. فوالا هذا هو القوام تاعها، هذا هو يعني انا نشتي نديرها هكا بهذا السمك هذا، ما نشتيهاش عاليه بزاف. وهذه هي ان شاء الله ديروها في المولد النبوي الشريف، ديروها لوليداتكم يديوها معاهم للمدرسه. نقول لكم نخليكم على خير، في امان الله، مع السلامه.